السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم سعد ويب، واستكمالا للدورة التي نتعلم من خلالها طريقة إنشاء محتوى احترافي باستخدام الذكاء الاصطناعي على اليوتيوب. أولا وقبل كل شيء، رمضان مبارك سعيد عليكم وعلى وصلكم الكريمة. الله يدخل لكم هذا رمضان باليمن والبركات والمغفرة إن شاء الله. حسنا، تعرفنا في الدروس السابقة على الكثير من الأشياء المفيدة، أولها من طريقة إيجاد المجال المناسب للاشتغال عليه، إلى فتح القناة، إلى كتابة سكريبت، إلى تحويل ذلك السكريبت إلى صوت، ثم عمل مونتاج وعمل فيديو نهائي. الآن سنتعرف طريقة رفع الفيديو على اليوتيوب، وهذا الدرس لن يكون درس اعتيادي فقط طريقة الرفع، بل سوف نهيئ هذا الفيديو الذي سوف نرفعه لمحرك البحث يوتيوب لكي يظهر وتكون له حظوظ عالية لكي يظهر في نتائج البحث جوجل. وهذا الشيء نقوم به عن طريق تقنية تسمى بالسيو، تحسين محركات البحث. هذه الطريقة لديها الكثير من التقنيات التي نستخدمهم لكي نساعد فيديوهاتنا لكي تظهر من الأوائل، لكي تظهر ويكون لديها حظوظ أكبر، لكي تظهر في محركات البحث في الصفحات الأولى أو من الفيديوهات الأوائل. وهذا الأمر يعتمد على الكثير من الأشياء: اختيار عنوان مناسب، إدخال كلمات مفتاحية مناسبة، وأيضا description مناسبة. وهذا الأمر أيضا يشمل حتى الصورة المصغرة التي يجب أن ننشئها. حسنا، بدون أن نطيل عليكم، نبدأ الشرح على بركة الله ونتعرف على المواقع التي سوف نستخدمها لعمل أو لكي نهيئ الفيديو الخاص بنا لمحرك البحث. كما تتذكرون، هذه هي القناة التي قمنا بإنشائها. الآن إن شاء الله سوف نقوم برفع الفيديو. لرفع الفيديو كل ما علينا فعله هو الضغط على هذا الزر هنا Create، ثم عمل Upload، الطريقة الاعتيادية. ومن هنا نختار الفيديو الذي نريد أن نرفعه. نختار الفيديو من هنا ونقوم بعمل Open. أول شيء التايتل، نقوم بوضع تايتل مناسب، والذي سوف يساعدنا في عمل تايتل وهو أحد المواقع اسمه ryrob.com. هو التول الذي سوف نستخدمها اسمها بلوك تايتل جينيريتور. الرابط سوف تجدونه في الديسكريبشن، وأي جميع الروابط سوف تجدونها في الديسكريبشن. من هنا نقوم بإدخال عنوان عادي، وهو سوف يقوم بعمل جينيريت لعناوين مبتكرة وعناوين جيدة لكي في نفس المجال أو في نفس التوبيك الذي سوف نحتاجها. نحن قمنا بعمل فيديو عن الديجيتال برودكت، فسوف نقوم بإعطائه نبذة عن محتوى الفيديو. نشغل الفيديو ونتذكر معا محتواه. Welcome to this video about how to make passive income with digital products. قمنا بعمل فيديو عن كيف تنشئ passive income عن طريق الديجيتال برودكت أو الدخل السلبي عن طريق ديجيتال برودكت. فهنا سوف نقوم بعمل كتابات. أوكي، نقوم بعمل generate idea. ننتظر قليلا. قام بعمل generate لعناوين قد نستخدمها. العنوان الأول 10 digital products you can create to make passive income. هنا أكيد ممكن أن تغير العشرة إن كان هو نفس التايتل الذي سوف تحتاجه. ممكن أن تغير 10 على حسب عدد النصائح أو عدد الأفكار التي قمت بطرحها. هنا لدينا أعطانا 5 platform to sell your digital product and make passive income. نحن لم نتحدث على هذا. how to price your digital product for maximize your passive income. هناك العديد من العناوين. passive income 101 understanding the basic of digital product, 10 tips for creating a high quality digital product that sell, how to promote your digital products and increase passive income. إن لم تجد العنوان المناسب في هذا الموقع، ممكن أن نستخدم موقع آخر وهو HSuperTool. فقط بالضغط على يوتيوب سوف نختار يوتيوب تايتل جينيريتور، ثم سوف نكتب فيه نفس هذا العنوان ونقوم بعمل جينيريت. هنا أعطانا بعض العناوين، مثلا how to make passive income with digital product. أعطانا أيضا the best way to make passive income with your Amazon store, how to make passive income with your blog, the easiest way to make passive income with your Etsy shop, how to make passive income with your Facebook page. نحن سوف نختار how to make passive income with digital product. هذا عنوان جيد واقترحوا علينا أيضا الموقع، نضعه هنا. الآن description أمرها سهل جدا.
ممكن فقط أن نذهب إلى شات جي بي تي. سوف نقول له give me مثلا give me SEO friendly description، يعني description تكون متوافقة مع معيار السيو أو تحسين محركات البحث for my YouTube video. هنا سوف أعطيه عنوان الفيديو الخاص بي وأقوم بعمل enter. حسنا، ننتظر قليلا. أكيد هنا ممكن أن نقوم بتحويل من تايتل إلى كيورد لكي يعطينا بعض الكيوردات الخاصة بهذا التايتل. أيضا في هذا الموقع سوف أذهب إلى يوتيوب ثم يوتيوب كيورد تول، وهنا سوف أعطيه هذا العنوان وسوف أقول له اعطيني كيوردات. هنا أكيد شات جي بي تي يقوم بكتابة description. حسنا، جيد، أعطانا بعض الكيوردات التي ممكن أن نقوم باستخدامها. كما تلاحظون هذه الكيورد التي نقوم نستخدمها عليها حركة مرور 1820 في كل شهر، والمنافسة قليلة 2.78، وهذا أمر جيد، أمر جيد، لأن 1820 عملية بحث على كيورد أو لونج كيورد، يعني كلمة مفتاحية طويلة، يكون رقم كبير جدا. How to make passive income with digital products، فهي تايتل جيد جدا أعطاهم لنا هذا الموقع. لدينا أيضا ديجيتال برودكتس الذي عملية بحث 130,000، ثم أعطانا الكثير من كلمات مفتاحية التي سوف نستخدمها إن شاء الله، لكن بعد أن نضع الديسكريبشن الخاصة بنا. نضع الديسكريبشن الخاصة بنا هنا. In this video you will learn how to generate passive income by creating and selling digital products. We'll cover everything from عموما الديسكريبشن أظنها جيدة، فقط المقدمة هنا فهي جيدة جدا، وأيضا بها كلمات مفتاحية سوف تفيدنا للسيو. جيد جدا. حسنا، الآن سوف نقوم بإدخال الكيوردات. نقوم بالنزول إلى الأسفل، نقوم بالضغط على show more، نذهب إلى tags هنا ونقوم بعمل الكيوردات الذي نحتاجها. سوف نختار الكيوردات الجيدة، مثلا سوف نختار هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه passive income digital product to sell etsy أيضا، هنا أيضا، هنا أيضا make money online أيضا sell digital product. كل هذه الأشياء سوف أقوم بأخذهم. كل هذه الكيوردات في عليها عملية بحث كبيرة جدا. سوف أقوم بأخذ هذه أيضا وأحول 22 إلى 23 أكيد. digital product on etsy، هناك الكثير. حسنا، جيد جدا. سوف أخذ هذا ثم سوف أغير هذا سوف على حسب الأكثر بحث. لدينا هنا etsy، سوف أخذ etsy. لدينا هنا digital product أيضا سوف أخذها. حسنا، سوف أكتفي بهذا الكيوردات، ثم بعد ذلك أقوم بالضغط على copy. ثم بعد ذلك سوف أبحث على أي محرر نصوص لكي أضع فيهم فاصلة، لكي لا يمكن أن أضعهم بهذا الشكل. إذا وضعتهم بهذا الشكل في التاج سوف يكونوا كأنهم تاج واحدة، لذلك سوف أضع فاصلة فيهم. سوف أزيل هذه الكيورد لأنها تنشئ أوتوماتيكيا، ثم أقوم بعمل فاصلة في كل هذه الكيوردات لكي أضعهم بشكل منفصل في التاجز على الفيديو بهذا الشكل. فالأمر سهل وسريع. أخذهم بهذا الشكل ثم أضعهم هنا كما تلاحظون لكي يكونوا بشكل منفصل. لدينا الكثير من التاجز، الحد المسموح به فقط 500، لدينا نحن 674. سوف نقوم بحذف بعض التاجز، مثلا هذه سوف أحذف هذه تاجز طويل جدا، لكن سوف أتركها لأنها جيدة. سوف أزيل هذه أيضا. التاجز التي أرى أنها لا تتناسب مع الفيديو الخاص بي أزيلها، مثلا هذه أيضا. لدينا هنا سيلين ديجيتال برودكت ولدينا هنا سيلين ديجيتال برودكت أونلاين. نزيل هذه الأونلاين لأنها طويلة. الآن لم يبقى لدي فقط 4. سوف أزيل مثلا etsy. حسنا، جيد جدا، اكتمل كل شيء. أيضا من المهم يجب أن تكونوا في الكاتيجوري وضعتم ساينس اند تكنولوجي أو education، لأنها تعكس محتوى الفيديو الخاص بكم. في الفيديو قبل السابق تعرفنا طريقة تهيئة القناة، وتعرفنا كيفية تهيئة
الفيديو بشكل افتراضي، لكي في كل مرة نقوم بوضع فيديو لرفعه يأتي معنا بإعدادات افتراضية تأتي في كل الفيديو، من بينها هذه الديسكريبشن التي تكون توصف القناة، وأيضا بها كيوردات تفيدنا في السيو. أيضا تأتي ببعض الطاقات هنا ممكن إزالتهم، أنا قمت بإزالتهم لكي أضع الطاقات التي أريدهم هنا التي خاصة بديجيتال برودكت. وأيضا تأتي بكاتيجوري خاصة بالساينس أند تكنولوجي كما وضعناهم في الفيديو السابق. حسنا، الآن لم يبقى لدينا إلا إنشاء صورة مصغرة. أفضل إن كنت تريد إنشاء صورة مصغرة أنشئها عن طريق فوتوشوب، تعلم له، الأمر بسيط جدا. أو يمكنك إنشائها عن طريق برنامج الكانفا. موقع الكانفا موقع مشهور جدا ويتيح لك عمل ديزاينات بشكل بسيط جدا أونلاين وتحميلهم بشكل بسيط إلى الكمبيوتر الخاص بك أو حتى إلى الموبايل إذا كنت تستخدم الهاتف. حسنا، نقوم بالشرح عن طريق برنامج الكانفا. أولا نأتي تمبليت من هنا، نبحث على شيء اسمه يوتيوب مثلا، تامبنل مثلا. نقوم باختيار سوشيال ميديا من هنا ونبحث على يوتيوب. نكل كثير نبحث مثلا على يوتيوب، هذا يوتيوب بانر، هذا يوتيوب تامبنل. نضغط على يوتيوب تامبنل من هنا، سوف يعطينا الكثير من الأشكال. ممكن أن تختار شكل معين تريد أن تقوم بعمل له الاشتغال عليه. مثلا سوف أختار أنا هذا الشكل هذا. حسنا، أقوم بالضغط على Customize this template. في مكان هذه المرأة سوف أضع أنا شخص. ممكن أن أحذف هذه الكتابات كلها وممكن أن أعدل عليها. أنا سوف أحذف هذه الكتابات كلها. أقوم بالضغط على تكست من هنا وأختار تكست معين أضعه في مثلا هذا التكست، لكن هذا مدفوع برو. سوف أختار تكست معين، تكست آخر، ستايل معين أضعه مثلا هذا الستايل. سوف أكتب مثلا $1000 passive income، والباسيف انكم سوف أصغر الخط الخاص بها بهذا الشكل. وأغير أيضا اللون، أختار اللون الأحمر أو لون برتقالي مثلا. ثم أختار مثلا خط معين آخر، أضع خط عادي من هنا وأكتب فيه مثلا with أكتب فيه digital product. قم باختيار خط من هنا، خط معين. ممكن أن أختار effect معين من هنا. هذا أيضا قم بتكبيره بهذا الشكل. هذا يأتي هنا في الأسفل، وهذا أقوم بعمله كوبي. أضغط أقوم بالدوبليكيت، لدينا هنا دوبليكيت، ضغط على الدوبليكيت وأضع هنا with. أكيد سأقوم بعمل with بشكل كبير، مثلا 150. وهنا أزيل
هذه الصورة وأضع صورة أخرى. ممكن أن أبحث عن مثلا صورة شخص في الكانفا أو في جوجل كما نحب. مثلا سوف أضغط هنا على هابي مان. سوف أحاول أن أبحث عن شخص، مثلا هذا الشخص. هل ممكن أن أزيل الخلفية؟ لا أدري، لا أظن أنني ممكن أن أزيل الخلفية. remove background هي برو مدفوعة، لذلك لا يمكن أن أشتغل بها. لذلك أقول لكم إخوان الفوتوشوب هي أحسن وسيلة. سوف أبحث على شخص في جوجل وأكتب PNG لكي يعطيني صور لشخص بدون خلفية. مثلا هذا الشخص لكنه بخلفية. هذا الشخص هنا، هذا الشخص بدون خلفية. أقوم بتحميله إلى سطح المكتب وأرجع إلى الكانفا وأقوم بسحبه إلى المشروع، ثم أتحكم فيه بهذا الشكل. أضعه هنا، أكبر الصورة بهذا الشكل، صغيرة قليلا. حسنا، قد انتهيت من الصورة المصغرة. أقوم الآن بتحميلها. أضغط على شير من هنا، ثم أضغط على داونلود. أختار الصيغة هنا مثلا JPG وأقوم بالضغط على داونلود. انتظر قليلا. قمنا بتحميلها. أتوجه الآن إلى اليوتيوب وقم بعمل أبلود سكرين شوت. أكيد يطلب مني عمل فيريفاي للهاتف، لأن فقط أنشأنا هذه القناة بدون أن نقوم بتفعيلها. لذلك الأمر بسيط جدا، فقط نضغط على أبلود ثم نختار الصورة وسوف ترفع معنا. الآن نحاول أن نجلب بعض الصور لكي نقوم بعمل صورة مصغرة باستخدام الفوتوشوب. الفوتوشوب أظنها أسهل من الكانفا، أسهل بكثير جدا. أقوم بعمل بالضغط على باكجراوند، أقوم بعمل باكجراوند ايستيتيك. نجلب صورة بهذا الشكل. أبحث على صورة. ممكن أن أخذ هذه الصورة أيضا جيدة، ممكن أن أقوم بالاشتغال بها. ننتظر ريتما تفتح معنا برنامج فوتوشوب. من هنا نضغط على فايل، ثم نختار هذا القياس 1280 على 720. 1180 هنا في العرض و720 في الطول، ونضغط على كرييت. بكل بساطة نجلب الخلفية إلى ونضعها هنا. إذا كانت بحجم صغير نقوم بتكبيرها بهذا الشكل. جيد جدا. الآن نجلب الشخص هنا أيضا، نكبره بهذا الشكل. إذا دخلت وتريد أيضا إعادة تكبيره فقط كنترول تي بهذا الشكل، كنترول تي بهذا الشكل، ثم يمكنك أن تتحكم فيه. ممكن أن تجلب شخص بدون ليس ترانسبارون، يعني به خلفية. مثلا هابي مان، أقوم ب هابي مان. مثلا هذا الشخص هنا، أجلب هذا الشخص. فقط بضغطة زر واحدة سوف تزيل الخلفية، بضغطة زر واحدة. نحدد لدينا هنا لاير. كل صورة عندما تريد تعدل عليه يجب أن تختارها من هذا اللاير. نختار اللاير الذي نعدل عليه الذي هو هذا، أو ممكن فقط بالضغط عليه بهذا الشكل سوف يتحدد. نذهب إلى select من هنا، نختار subject، يعني حدد لي السبجكت. السبجكت هو الشخص. سوف بشكل أوتوماتيكي سوف يحدد لنا الشخص كما تلاحظون. فقط بالضغط على الماسك. هنا لدينا بعض الأدوات. هذه الأداة اسمها ماسك، بالضغط عليها سوف تحدد لك فقط هذا الشكل المحدد، هو الذي سوف تظهره بالضغط عليه هكذا. في حالة أن الأمر انعكس معك، كان معك بهذا الشكل، يعني فالشخص هو الذي اختفى وبقت الخلفية، فقط بالبروبرتيز من هنا الخاصة بالماسك فتظهر بشكل أوتوماتيكي البروبرتيز. نضغط على انفست سوف يعكس معنا. حسنا، جيد. أضع هنا كنترول تي، أكبره بهذا الشكل، أكبره بهذا الشكل، أصغره قليلا. جيد جدا بهذا الشكل. لن
أضيف أي تأثيرات لكي يكون الأمر بسيط جدا ولا ليس معقد. من لديه خبرة في فوتوشوب فسوف تعرف كيفية عمل تأثيرات وعمل هذا شادو وعمل تأثيرات جيدة. الآن سوف نقوم بفقط كتابة كلمات، مثلا الضغط عليها عندما تريد تكبير تصغير الكتابة يجب أن تضغط عليها، أو حتى تغير اللون أو تعدل عليه يجب أن تضغط عليه تحديدها بهذا الشكل. ثم من هنا لدينا هذا 67 بي تي يعني حجم الخط، سوف بالضغط على هنا ونسحب سوف يكبر معنا الخط بهذا الشكل. أقوم بالضغط على كوبي ثم باست لكي نضيف أو نقوم بعمل باست أو دوبليكيت لي الخط الأول. هنا سوف نكتب مثلا بهذا الشكل $1000 كل شهر، ثم أيضا كوبي باست وهذا أكتب فيه ويد بهذا الشكل، وهذا ايش مان سوف أقوم بعمله كوبي أيضا باست وأضع في هنا ديجيتال برودكت. هذه صورة مصغرة قمنا بإنشائها. لتغيير الخط الأمر بسيط جدا، بالضغط مرتين على الخط الذي نريده. من هنا سوف نجد قائمة بالخطوط التي توجد لدينا بالكمبيوتر، نختار الخط الذي نريده. الآن أغير الخط. تغيير اللون أيضا بتحديدها مرتين، سوف نضغط هنا على هذا اللون هنا الأبيض ثم نختار لون معين مثلا بهذا اللون، ثم each month أو نتركها وويد نغير ويد ونختار هذا اللون أو لون أحمر مثلا. حسنا، الآن نحفظ الصورة، فايل save as، من هنا نختار JPG، نضغط من هنا نختار أين مثلا description مثلا ديسكتوب أو فوتو ونضغط على سيف. جيد جدا. الآن نقوم بعمل مقارنة بالصورة التي أنشأناها بشكل بيزك جدا بالفوتوشوب والصورة التي أنشأناها بالكانفا. هذه هي الصورة التي أنشأناها بالكانفا، هذه الصورة التي أنشأناها بالفوتوشوب كما تلاحظون. ونقوم بالرفع بالشكل الاعتيادي. نصل هنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم شرح مفيد في هذه المسألة، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم. كان هذا كل شيء في الدورة، وصلنا إلى نهاية الفيديو. القادم إن شاء الله سوف يكون فقط فيديوهات لأفكار وبعض الاستراتيجيات التي ممكن أن نستغلها لعمل محتوى في اليوتيوب. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم بالدورة بصفة عامة، والمرجو مشاركة الدورة مع أصدقائكم لكي يستفادوا. أيضا إذا أحببتم القناة وأحببتم الشرح وأردتم المزيد من الشروحات والدروس، المرجو الضغط على الاشتراك، وأيضا إذا عجبكم الفيديو الضغط على لايك لكي يصلكم دائما الجديد وتبقوا على اطلاع على كل الفيديوهات القادمة في القناة إن شاء الله. أراكم إن شاء الله في فيديو قادم ودورة قادمة. إلى اللقاء.